قد الدنيا. الفيديو النهارده فيديو جديد، الفيديو اللي كلنا بنحبه، فيديو تجارب الحاجات الجديده. بس النهارده هنجرب الحاجات مش الجديده، الحاجات الكبيره. انا النهارده كنت في الماركت وبعدين شفت الكيكات اللي هي الكبيره دي، فانا كنت حابه اجربها معاكم. طبعا انا عارفه الاطعم دي وكلنا طبعا عارفينها، بس انا كنت حابه اشوف الحجم الكبير ده على الطبيعه. هل فعلا حجمه من جوه زي من بره كده، ولا هو من جوه حاجه ومن بره حاجه تانية زي الناس اللي احنا عارفينهم. جبت كمان المولتو الكبير ده اللي هو مولتو كينج، عايزين برضو نشوفه حجمه من جوه برضو نفس الحجم بتاع بره ده، ولا ده كلام على الفاضي. قبل اي حاجه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير والحاجات الحلوه بتاعتكم دي. يلا بينا نبدا الفيديو. النهارده كنت قاصده ان انا ما اكلش حاجه فيها سكر خالص، عشان انا عارفه ان انا هعمل الجريمه دي بالليل، اجرب اي واحد فيهم الاول. انا الحماس واخدني للشكل ده، لان انا اصلا بحب شكل الكيك دي قوي، بحب ابص على شكلها كده قبل ما اكلها. فيلا بينا نشوف. بصوا انا عايزه بس اوريكم حجمها قد ايه، يعني بصوا حجمها قد كده. فخليني ده حجمها من بره، تخيلوا بقى حجمها من جوه، هل هيبقى نفس الحجم ده ولا لا؟ فخلينا نشوف. طبعا الكيك دي فراوله، اكيد كلنا دقناها يعني اكيد. بصوا كده ريحتها طلعت، واو واو واو. من بره فيها الاشكال دي، بحيث لو انتوا عايزين تعملوها كجاتو مثلا او تورته وتحطوا فيها مثلا شمع، او تزينوها مثلا بكريم شانتيه او حاجه، ممكن تديها شكل زياده. بصوا شكلها هوهوز فاميلي رول. بصوا بقى شكلها من جوه وهي محطوطه جوه البوكس. طبعا هي جايه على جنب كده، اكيد طبعا مشوهه من الحر اللي احنا فيه. انا بقى عايزه امسكها كده واقول لكم حجمها عامل ازاي. انا عايزه اقول لكم ان الطبقه اللي بتكون تحت اللي فيها شوكليت لازقه في البوكس بتاعها، وانا اصلا غلطانه ان انا ما حطيتهاش في التلاجة عشان تبقى ماسكه نفسها. فطبعا الغلط ده من عندي، لان الحر اكيد ممكن يبوظ اي حاجه. خلينا نفتحها كده ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا 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 بصوا، شكلها تحفه تحفه تحفه. الفراوله مع الكريمه، هي الكريمه يعني مش كتير قوي بس ريحتها خطيره. وخلينا ندوق. اللي بيحب الفراوله هيعشقها، تحفه. حجم البوكس نفسه مقارنه بحجم الكيس اللي هو محطوط جواه طبعا في فرق شاسع. بيوحي لك من بره ان هي حجمها كبير قوي، بس هي مش للدرجه دي. مهما كان هي برضو اكبر طبعا من الحجم الصغير اللي احنا بنجيبه العادي خالص ده. سعرهم 33 جنيه. خلينا بقى نشوف دي من جوه عامله ازاي. انا بصراحه اكتر طعم بحبه في الهوهوز عامه اللي هي ورقتها لونها اصفر. انا بعشق اللي ورقتها لونها اصفر، اللي هي بالقهوه دي، بحبها جدا. فهم للاسف مش عاملين الحجم الكبير ده غير من اللي هي الاوريجينال اللي هي الزرقاء، واللي انا لسه مجرباها دلوقتي، واللي هو ده ورقته لونها بيج دي. بس الاحجام الكبيره اللي هم عاملينها اللي هي بالفراوله، وواحده بكريمه البندق. دي كيكه الشوكولاته المحشيه بكريمه الفانيليا ومغطاه بالكاكاو. نفس الحكايه برضو، اللي هو انت ممكن تعمليها في عيد ميلاد او تزينيها بكريم شانتيه وكريز وكده. فخلينا نشوف من جوه هتبقى عامله ازاي. وطبعا انا متوقعه ان هي هتكون سايحه زي التانية عشان الحر اللي احنا فيه. واو، طبعا لعشاق الشوكليت عايزه اقول لكم ان حجم دي اكبر بكتير من حجم التانية. دي ماليه مركزها. انا عايزه اوريكم بصوا تفاصيلها، واخدين بالكم التفاصيل عامله ازاي. انا بحس ان اللي هي نفس الشكل ده او نفس اللون ده، الحجم الصغير ما بيكونش فيها اللون الفاتح واللون الغامق كده.
عايزه اوريكم الفرق بين الاتنين. بصوا انا حاسه ان فيها شوكليت اكبر شويه من اللي فيها فراوله اهو. فخلينا بقى نشوف الشوكليت. سايحه سايحه سايحه، مش عايزه تطلع من البوكس، سايحه جدا. الحمد لله طلعت اهي. حجمها حلو قوي، بصوا حجمها، اعتقد ان حجمها قد الايد، حجمها تقريبا قد كف الايد يا جماعه. فحجمها حلو قوي. بصوا يعني اكيد طبعا اكبر من الحجم العادي اللي احنا بنجيبه اللي هو الصغير اللي هو ب10 جنيه ده. خلينا بقى نشوف من جوه شكلها عامل ازاي. خطيره خطيره وحشيه. وبصوا بقى الرول حلو قوي، تفاصيلها حلوه قوي. يلا بقى ندوق ونشوف طعمها زي اللي احنا بنجيبها الصغيره ولا في اختلاف. طبعا لعشاق الشوكولاته دي خطيره، مع القهوه ومع النسكافيه هتاكلوها وتروحوا في حته تانية خالص. اخر حاجه هنجربها وهي المولتو كينج، فيلا بينا نفتحها. دي كانت سعرها 20 جنيه. انا عايزه اقول لكم ان انا بقالي اكتر من 4 شهور واكتر من 4 شهور كمان ما اكلتش مولتو. يعني بقالي فتره كبيره جدا ما اكلتش مولتو، مع اني انا اصلا من عشاق المولتو. فانا فعلا وحشني ان انا اكل مولتو. فيلا بينا نشوف حجمها من جوه هيبقى عامل ازاي. احسن حاجه في الموضوع يا جماعه ان الحاجه طريه وتحسوا ان هي فعلا فريش. دي احسن حاجه، لان انا ساعات بجيب الهوهوز او بجيب المورتو وبحس ان هو ناشف ومش طري. حجمها تقريبا نفس حجم كف الايد ويمكن كمان اكبر شويه. وشكلها طبعا كرواسو عادي. يلا بينا نفتح ونشوف جواها ايه. يلا ندوق. المورتو عادي جدا. انا حاسه ان هي الشوكولاته متركزه في النص قوي، هي عايزه تزيد شويه عشان تبقى يعني ايه مناسبه لحجم الكرواسون نفسه. حاسه ان اسعارهم لحد ما كويسه. بس كده، ده فيديو النهارده خلص. عايزاكم في التعليقات تقولوا لي حابين الفتره اللي جايه نعمل ايه، ليه افكار وغششوني، لاني فعلا محتاجه مساعدتكم جدا. الفتره اللي جايه حابين نعمل ايه او نتكلم على ايه او نجرب ايه. قولوا لي افكار كتير في التعليقات. وما تنسوش يا حلوين اللايك والشير والسبسكرايب. واشوفكم في فيديو جديد على خير، ومع السلامه.